السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يا سادة لازم نشكر قطر. شكرا قطر على التنظيم الرائع، شكرا قطر على الاحتفال الرائع لأكبر بطولة وافتتاحية كأس العالم. قطر عملت كل حاجة حلوة في البطولة ونسيت منتخبها. منتخب اللي هيمثل قطر سيء للغاية. شكرا الكابتن محمد أبو تريكة الماجيكو أمير القلوب، خير ممثل للمحللين العرب في قناة بين سبورت الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. ولو اول مرة تشوفنا اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة. شكرا لقطر على الافتتاح، ولكن منتخب اداء ضعيف. ويذكر ان اول منتخب على ارضه او اول مباراة افتتاحية في كأس العالم في التاريخ المنتخب المنظم للبطولة يخسر على ارضه او يخسر وسط جمهوره. دي اول مرة تحصل في تاريخ كأس العالم ان قطر اللي منظمة البطولة منتخبها يخسر 2-0 من الاكوادور. بصراحة كان اداء سيء جدا للمنتخب القطري واداء ضعيف، وما كناش متوقعين ان قطر اللي كانت مشاركة بتلعب كمان في الاتحاد الاوروبي مباريات وديه وكانت بتلعب مع فرق تقيله ان هي تظهر بالاداء السيء وسط جمهورها وعلى ارضها بالشكل ده. وهي المباراه اساسا كلها على بعض قطر والاكوادور مباراه ضعيفه من كل الجوانب الفنيه، من كلها بصراحة. لكن احنا لو كان منتخب هولندا الافتتاح مع قطر كان هيبقى حاجة تانية. ولكن نتمنى التوفيق لمنتخب قطر فيما هو قادم ان شاء الله مع هولندا ومع السنغال وتحقق نتيجة كويسة. وده يعني على اللي شفناه مع الاكوادور صعب جدا ان قطر حتى تحقق نقطة واحدة بصراحة. لكن لازم نشكر دولة قطر على التنظيم، ونشكر الكابتن محمد ابو تريكة اللي كلامه الله اكبر عليه بالصلاة على النبي كده، بيعمل حاجة تشرح القلب في التحليل في استوديوهات بي ان سبورت. وصفقة جبارة للنادي الاهلي في المحل، صفقة محلية للنادي الاهلي جبارة، واخيرا وقعت والانتقال في يناير ان شاء الله باذن الله. انضمامه للنادي الاهلي هي صفقة جبارة وكبيرة في وسط الملعب للنادي الاهلي. في وسط الملعب لعيب جامد جدا جدا، لاعب محلي بس جامد جدا جدا. وهي ان شاء الله في يناير هيظهر كل حاجه علشان ان النادي الاهلي مش عايز يبين دلوقتي الاسم او يعلن عن الصفقه، لان مش هينفع علشان في ناس بتتدخل وبتفشل صفقات على النادي الاهلي زي ما كان حصل في صفقات الانتقالات الصيفيه. واخيرا اتحاد السله امر بمنع الجمهور من حضور نهائي دور المرتبط لكرة السلة. الجمهور مفيش جمهور وهيجيبوا حكام مصريين، وزي ما الاهلي فاز السنة اللي فاتت او الموسم اللي فات بدور المرتبط على الاتحاد، لا ممكن السنة دي يخلي الاتحاد ياخد البطولة عشان حبايبنا ما يزعلوش، علشان حبايبنا اللي فزنا عليهم في الاربع مباريات سواء مع الشباب او مع الكبار مباراتين ومباراتين، لا علشان ما يزعلوش وعلشان ما حدش يتكلم كتير. ويا ريت في الختام يا ساده كل اللي بيشوفنا يعمل اشتراك في القناه ولايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.